السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عميل محترم كلمني: ازيك يا ابو جان، الله يسلمك، انا محتاج جهاز 4.5. كام يا عم؟ 2600. كام يا عم؟ شحن 120. كله تمام. الراجل على طول مشكورا حول المبلغ وصبرني يومين. قلت له طب خلاص يا باشا، انا هشحن لك يوم السبت ان شاء الله. ناس جد يعني، ناس بتخلص، مفيش من اهداء، مفيش فصال، مفيش ليه، مفيش كلام من ده، بتخلص على طول. ادي قدام حضرتك يا باشا جهازك اهوت، جهازك اهو طبعا بالعلبه، العلبه اللي هي الداخليه بتاعت الرسيفر، ودي علبه الشاشه قدام منك اهو. ماشي، بوريك بس الحاجه بتاعتك كده بميرة الله. وادي كده الرسيفر الاتش 2 اهو قدام منك جديد قدام حضرتك اهو. ماشي، وطبعا الحجر بالريموت من حق كمان. وده كده الترانس، بس طبعا لازم تشحن بترانس 12 2 امبير عالي عشان ده بطاريات عاليه، بطاريات عاليه. وده كده وصلة اتش دي. طيب انت كنت قلت لي محتاج 5 اف كولوكتور اللي هو الدهب النضيف عيني اهو. طبعا الحاجات ديت بتطلع انا جايبها من مصر، حاجات لوز كده يعني، حاجات بسم الله ما شاء الله. لو انت برضه حبيت اللي هو الكبس دوت، الواحد ب 30 جنيه، الواحد من ده 30 جنيه. ده برضه بيحافظ على التيونر بتاع الجهاز. لو محتاج واحد احوله لك، ابعته لك عادي. انت قلت لي عايز 5، ده كده واحد. طبعا ده شوف الكولوكتور عامل ازاي، حاجه نضيفه جدا. ماشي، 2 3 4 5. لو انت محتاج البنه دي، لو انت محتاج البنه اللي هي بتاعت الكبس، مفيش مشكله، ابعت لك واحده. ماشي يا باشا، همت ال5 برضو هسيبهم لك اهو. لو حبيت ديت برضو في الفيديو، لما تشوف الفيديو ابعت لك واحده، الواحده عامله 30 جنيه. خلاص تمام ماشي. طب نشيل دي بقى، مالهاش لازمه. وده كده الايه الحاجه بتاعتك اهي. ماشي، انا بوريك حاجتك كلها تمام التمام. طيب خش بقى على الحلويات. هما بصراحه والله هم اخر اتنين معايا، اخر 2 معايا 4.5. بخت من نصيب. وفي واحد اللي هو احنا كنا عملنا عليه فيديو قبل كده، طبعا ده بدون بطاريات. ماشي، الجهاز برضو شغال ممتاز جدا وسعر مناسب جدا جدا للي عايزه يخش يكلمني. طيب احنا هناخد جهاز واحد اهو قدام حضرتك. ماشي، طبعا بطاريات زي ما انت فاهم 2900 او 3000، حاجه عاليه جدا جدا ما فيش فيها غلطه بفضل الله. نفتح كده طبعا الليد اللي هو ال5 ليد قوي، شغل فينش الله اكبر. طبعا اللي هو التيست اللي هو بتاع قفلات السلك قدام حضرتك اهو. وده برضو مخرج تاني للرسيفر خارجي قدام منك. وده كده الاتش 2، وده كده التونر. تمام، نسمي الله بسم الله. طبعا بقى شغل الله اكبر، شغل الله اكبر بمعنى الاصح. تقفيل احلى تقفيل اهو. اسمع الصوت ال8 اوم. ثواني كده، بص كده يا باشا، تكبير الاشاره. ثواني، هو الاشاره السلك ده ماله في ايه؟ معلش يا صاحب، السلك بس بتاعنا اللي بيعلق، معلش يعني. ادي كده الجهاز اهو شغال الله اكبر. طبعا الاشاره 91. السماعه 8 اوم اهو، حاجه بسم الله ما شاء الله. مع الملف القنوات اللي هو بتاع ابو جانا، ملف قنوات، حاجه بسم الله ما شاء الله. ماشي، جهاز تطلع تشتغل. الجهاز ده اذا كان داخلي ولا خارجي تطلع تاكل بيها عيش اهو. تمام، نجرب لك برضه التست اللي هو بتاع قفلات السلك بالمره. قفلات السلك بالمره يا صاحبي اهو. ثواني، انا طبعا ما بعملش فصل للفيديو، كل حاجه بما يرضي الله زي ما انت شايف. بص كده اهو، كده نعرف ان السلك سليم وتمام زي الفل، مفيش فيه مشكله خالص. تمام. وانا طبعا هشحنه لك بكره زي ما انت فاهم اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله، سماعه عاليه، صوت رايق، مفيش اي وجع دماغ ولا في زنه ولا في اي حاجه، زي ما انت شايف قدام حضرتك اهو. جهاز بسم الله ما شاء الله، تقفيل عالي. وطبعا دي الاسكرينات الجديده، حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه. تمام يا صاحبي، ربنا يرزقك بيه وتحت امرك، وهنشحن لك بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو حبيت البنه اللي هي الكبسه عايزها ابقى كلمني عليها تحت امرك.